السلام عليكم، معاكم مهندسة أميرة طه في فيديو جديد عن التسميد وتغذية النباتات. فيديو النهاردة مهم جدا، هيساعدنا لو بنظبط أي برنامج تسميد لأي نوع نباتي. هنفهم أكتر عن ال pH بتاع التربة وإزاي بيأثر على ترسيب العناصر المغذية. أول حاجة في شوية أساسيات لازم نكون عارفينها زي ما عرفنا في الفيديو اللي فات. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، لو مشفتوهوش ضروري تشوفوه وبعد كده ترجعوا تكملوا الفيديو عشان هيختصر علينا. هحاول اقول لكم شويه نقط باختصار. ان النبات بيحتاج 16 عنصر غذائي ضروري، باخد منهم 3 من الهواء والميه، وباخد ال 16 عنصر دول بيتقسموا لعناصر اساسيه، عناصر كبرى ومتوسطه وصغرى. العناصر الاساسيه دي اللي بياخدها من الهواء زي الهيدروجين والكربون والاكسجين، بياخد الهيدروجين من الميه والكربون والاكسجين من الهواء. العناصر الكبرى بيتقسموا لثلاثة: ال NPK النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. العناصر المتوسطة 3 برضو: كالسيوم ومغنيسيوم وكبريت. العناصر الصغرى: حديد، نحاس، موليبدينم، بورون، كلور، وزنك، ومنجنيز. حاجة ضروري نعرفها إن معظم أراضي مصر قلوية أو قاعدية، ال pH بتاعها بيتراوح من 8 ل 8.5. ثالث حاجة ضروري نعرفها إن أغلب البيئات الزراعية البديلة زي البيتموس، بيرلايت، كوكو بيت وغيرها بتكون حامضية، ال pH بتاعها حامضي. ندخل في هدف الفيديو على افتراض إننا ضفنا 13 عنصر كاملين في برنامج التسميد بتاعنا. لازم نعرف نوع التربة اللي عندنا سواء كانت حامضية أو قاعدية عشان نعرف إيه اللي بيترسب من العناصر اللي احنا بنحطها وإيه اللي مش بيترسب. لو عرفت إن الأرض اللي عندي حامضية، فهفهم طبيعي إن بيترسب 4 عناصر من ال13 عنصر، وهما الفوسفور، ده من العناصر الكبرى، وبيترسب الكالسيوم والمغنيسيوم من العناصر المتوسطة، وبيترسب الموليبدينم من العناصر الصغرى. تاني حاجة، لو أنا عرفت إن الأرض بتاعتي قلوية اللي هي أغلب أراضي مصر، فهعرف إن بيترسب عندي 6 عناصر من ال13 عنصر. بيترسب الفوسفور من العناصر الكبرى، بيترسب كل العناصر الصغرى ما عدا الموليبدينم. طب ايه الحل عشان اضمن ان ال13 عنصر اللي انا هضيفهم للنبات يستفيد منهم استفادة كاملة من غير ما يترسب اي عنصر؟ عندي حلين: واحد مؤقت وواحد دائم. المؤقت ان انا اعالج الحموضة او القلوية بتاعة التربة، وده بيكون علاج مؤقت من مسافة ما هي تخليب العناصر الغذائية عشان احميها من الترسيب واضمن وصولها للنبات. طب يعني ايه تخليب؟ ده اللي هنفهمه في الفيديو الجاي. هنعرف يعني ايه مخلبيات، وازاي بتحافظ على العناصر من الترسيب، وهل اي عنصر غذائي ينفع ان نخلبه ولا لا، وازاي استخدم المخلبيات صح في الزراعة. استفدت من نهاية الفيديو. لو حد عنده اي سؤال يسيبه في